يلا بقى نشوف الجمال ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هشه وطريه وطعمها تحفه، جربوها هتعجبكم كتير. الارتفاع بتاعها حلو ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. مساء أو صباح السعادة والهنا، كل حاجة حلوة على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب، تفعيل الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض معجنات تحفة، شكلها حكاية وطعمها روعة. هنعمل معجنات سادة وشوكولاتة مع بعض في صينية واحدة بطريقة تحفة، هتدمنوا أكلها لو عملتوها. يلا بينا نقول مكوناتنا على بركة الله. عندي هنا كيلو من الدقيق، ورقة من الفانيليا، ورقة من الخميرة، ورقة من البيكنج باودر. طبعا كيلو من الدقيق منخول، وانت تستخدمي على حسب عدد أسرتك، ممكن تقللي عن كده وممكن تزودي عن كده، ده براحتك. عندي هنا بيضتين، كوباية من سميد البسبوسة، كوباية من السكر، كوباية من السمنة على زيت، ممكن تستبدلي السمنة بزبدة. عندي كوباية من الشربات اللي هسقي بيها المعجنات، ومعلقتين 3 من الكاكاو الخام، وكوباية كبيرة من الحليب. دي كل مكوناتي. يلا بينا هنبدأ. هنشيل كده مكوناتنا على جنب. هنضيف أول حاجة البيض، الحليب، وكمان السكر، وهنقلبهم كويس جدا جدا لغايه ما يدوب معايا السكر. كل حبايبي انا اضفت كل المكونات، البيض والسكر والحليب كمان. هضيف هنا شويه من السمنه، واضفت كمان باكو من الفانيليا بس ما جاش في التصوير، حاطه باكو فانيليا هنا على الشربات. هضيف كمان هنا حبه صغيره كده من الشربات. قلبت كل المكونات في بعضيها. نسيت اقول لحضراتكم ان الشربات هنا عملت كوبايتين وسكر على كوبايه ونص ميه ورقه فانيليا وعصره ليمونه. كده المكونات عندي تمام، وحطيت رشه من الخل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بدقيق، المعجنات الجميله دي هتعجبكم كتير، طعم وشكل تحفه الصراحه. هضيف هنا كمان سميد البسبوسه كده، هيدي نعومه وطعم حلو جدا جدا للمعجنات. هنزل بباقي الدقيق، المرحله دي خلاص احنا هنستغنى عن الاسباتيولا نهائي عشان نحس بالعجين. هنضيف شويه من الميه، وحبايبي رجعت لكم. ما عملتش اي حاجه خالص في العجينه غير ان انا عجنتها كويس ولميتها بشويه سمنه مع زيت بالشكل ده، بس ده كل اللي عملته. كل اللي انا هعمله هنا ان انا هقسمها نصين بالشكل ده. معايا الجزء اللي انا هحط فيه هنا. هي العجينه طريه عشان لسه احنا هنحط عليها الكاكاو الخام، ولسه هنحط عليها حبه من الدقيق الناحيه التانيه. نضيف هنا معلقه كده من الدقيق، وهنضيف هنا الكاكاو، بس هقلبهم في بعض وارجع لكم تاني.
كل حبايب قلبي، انا رجعت لكم بعد ما قسمت العجينه جزئين. حطيت الكاكاو هنا وحطيت هنا الجزء الثاني من العجينه، اضفت عليه معلقتين من الدقيق، فكده اصبح الاثنين ملمسهم معايا واحد. هغطيهم لما يختمروا معايا شويه ونرجع نكمل الفيديو مع بعض. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد العجينه بتاعتنا ما خمرت. المعجنات الحلوه بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله. عندي هنا اللون اللي بالشوكولاته وعندي الساده. هنقطع كده بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. نقطعهم زي ما احنا عارفين كده دواير ونسيبهم لما يستريحوا بالشكل ده. وهناخد واحده من الساده وهتبقى بالشكل ده. نحاول بس نخلي كل القطع قد بعضيها بالشكل. انا هقطعهم كده نرجع نكمل الفيديو ان شاء الله مع بعض. بس كل اخواتي وحبايبي ما تنسونيش بلايك حلو للفيديو، شرفوني دايما بالاشتراك في القناه. ورجعت لكل حبايب قلبي بعد ما كورتهم بالشكل ده. هنجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بالتبادل بقى هنا واحده واحده كده. كده انا خلصتهم بالشكل ده. هدهن الوش بس حبه بسيطه كده من السمنه او الزيت وادخلهم الفرن ونرجع نقدمهم مع بعض ان شاء الله. سهله وبسيطه واقتصاديه وبتقطع كتير وهتعجبكم كمان وهتعجب البيت كله من جمالها وحلاوتها. يلا بينا كده. هننزل بقى كده الشربات عليها. يا سلام على الجميل. هنسيبها بقى لما تتشرب شويه ونرجع نكمل مع بعض باقي الفيديو. لسه ما خلصناش لحد هنا الفيديو، بس كل اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بلايك حلو للفيديو. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما شربت الشربات بتاعها كويس جدا. هنرش عليها شويه صوص شوكولاته من فوق، وده اختياري طبعا. ممكن تسيبيها كده بالشربات زي ما هي، بس احط الصوص ده عليها عشان يديها شكل حلو وطعم حلو كمان. يلا بقى نشوف الجمال ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هشه وطريه وطعمها تحفه. جربوها هتعجبكم كتير. هنا كمان شايفين الارتفاع بتاعها حلو ازاي. يا سلام على الكمان.